بتحصل فجأة انك انت تبقى قاعد في حالك، لا ليك دعوه بحد ولا حد له دعوه بيك، تلاقي واحد او واحده دخلت حياتك هوب بعد اول يومين او اول يوم تحس ان هي الشخص او تحس ان هو الشخص المناسب، انك لقيت الشخص اللي كنت بتدعي بيه ربنا طول الوقت. اهتمام، كلام حلو، رسائل كل ثانيه، هدايا، نظرات مليانه حب شغف، لدرجه انك تقعد تقول لنفسك دي مش علاقه، ده قدر ربنا، دي استجابه دعوه ربنا ليا في الاول. بس الحقيقه ان اللي بيحصل معاك ده مش حب، دي حاجه اسمها لاف بامبنج. اللاف بامبنج دي تركه او اسلوب من اساليب التلاعب النفسي في العلاقات، للاسف بيستخدمه بعض الناس وخصوصا الشخص النرجسي او الشخص الجاس لايتر او المتلاعب. خلينا نعرف بالظبط ايه هي التريك بتاعت اللاف بامبنج، او اللي واضحه من اسمها كده انها قنبله حب في بدايه العلاقه عشان ما ننخدعش فيها بعد كده. وزي ما قلت انها اسلوب من اساليب السايكولوجيكال مانيبيوليشن، والشخص بيستخدمها دايما عشان يسيطر عليك عاطفيا ومن غير ما انت ما تحس. في المرحله دي الشخص بيغرقك جرعه مفرطه من الاهتمام والمدح والتقدير والاعجاب وكل الحاجات الحلوه في الحياه، بيحسسك ان انت شخص ما فيش منك اتنين وانت اتخلقت بجد عشان خاطره هو، لحد ما جهاز المكافاه عندك الريورد سيستم يبدا يربط وجود الشخص ده بالراحه والسعاده والامان. يعني ببساطه جدا عقلك بيبدا يتبرمج ان سعادتك مرتبطه وموجوده بسعادته هو او حضرتها او حضرته، وده بينتج عنه اخطر شكل من اشكال التعلق العاطفي اسمه باثولوجيكال اتاتشمنت، التعلق المرضي. بعد ما يضمن انك انت وقعت خلاص في التركه بتاعته بتاعت اللاف بامبنج وشربتها يا كروديا، يبدا يظهر لك الوش الثاني، انسحاب، تجاهل، انتقاد، او يبدا يعمل لك جوستنج بقى او سايلنت تريتمنت اللي هو الصمت العقابي. فتلاقي نفسك دخلت في دوامه اسمها intermittent reinforcement، يعني مره يديك حب مره يسحبه منك. ده نفس المبدا اللي بيخلي الناس تدمن المخدرات والقمار والحاجات اللي زي كده، بحيث انك تفضل مستني الجرعه الجايه من الاهتمام بتاعه. اول ما يبعت لك رساله تلاقي انت الدنيا خربت معاك. والشخص اللي بيتلاعب باللاف بامبنج او اللي بيستخدم تريك اللاف بامبنج ديت بيكون شخص ذكي جدا، بيعرف يديلك اللي انت نفسك فيه بالظبط، كلمه، اهتمام زياده في وقت انت محتاجه، وعود. بس الهدف من كل ده مش ساعات، لا، الهدف ان هو يسيطر عليك، يسيطر على مشاعرك، وده اللي بيسموه في علم النفس كنترول ثرو افكشن، يعني السيطره من خلال العاطفه. ولما تيجي تحاول تمشي يبعت لك رساله كده يقول لك انا اسف بس انا ما كنتش قادر اعيش من غيرك، فتنهاري حضرتك قدام الرساله بتاعته وتفتحي الباب من تاني، وبكده يبدا معانا سايكل من المانيبيوليشن، دوره التلاعب بتاعته باللاف بامبنج. عاوزك تفكر معايا كده ثانيه في السؤال ده، هل الشخص ده بيحبك؟ لو بيحبك بجد هيغرقك بالحب يوم كامل، تاني يوم يجي يسحب منك كل حاجه؟ ولا الحب الحقيقي بيكون ثابت ومتزن، مش محتاج يثبت نفسه كل ثانيه، صح؟ باختصار لو الحب بدا بسرعه غريبه جدا وانت فاهم قصدي كويس، وبكلام احيانا بيكون اكبر من الموقف نفسه، تحس انت عشت دراما كبيره قوي كده، ما تقعدش تقول ربنا يبارك لي فيه وربنا يحفظه لي، لا لا، تبدا تقلق ان مش دايما اللي بيحبك هيغرقك بالحب كل مره واحده. تلاقي اللي بيستخدم اللاف بامبنج هيغرقك للحب عشان يغرقك انت. لو انت اول مره تشوفني فانت بتسمع سايك باث، مسارك النفسي. ما تنساش تعمل متابعه عشان تعرف الفيديوهات الجايه ازاي تفرق بين اللاف بامبنج والحب الحقيقي، وازاي تحمي نفسك من كل الشخصيات اللي احنا بنشوفها في حياتنا ديت من اول مقابله.